السلام عليكم الاخوان، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير. نهار جديد ورياكسيون وفلوق جديد، وشحال مهم هذا الفلوق. رانا اليوم في السونتر كولتورال ديال اكدال، دونك كونسيرنون لي 1000 جور ديال التوحد ديال لوتيزم. راه كاينين دي بروفيسيونيل هنا في قاعه المؤتمرات، مي فريمون ما شاء الله سي دي بروفيسيونيل اللي اصلا زوج منهم يتبعوا بنتي اللي هي الدكتور ريمرو دياز، و سي بيدو بسيكياتر لون دي ميور اللي هنا في الرباط، ودكتور حسنى سي بسيكولوج. كيما نقول لك الله يبارك. غادي نحاول نحكم دي رياكسيون من عندهم، دي تيمونياج داكور، باش تعرفوا شنو هو الجحيم اللي يعيشوه لي بارون اللي عندهم دي زونفون سو سوا تي دي اش ولا تي اس ا ولا. والاهميه او كومبيان امبورطونت. دايور غادي نحط لكم شي مقاطع دابا ديال لي سيونس اوتوفوني بسيكوموتريك. اليوم غادي تسافروا معايا في هذا العالم هدايا اللي مركز ما عندوش علاج. دونك بارطاج، لايك، سبسكرايب. انا ندخل قاعه المؤتمرات وين دايرين لا كونفيرونس، نحط لكم مقاطع داكوغ. غادي نحط لكم مقاطع ونشوفوا مع الاخر، نشوف لي ميدسان ولا بغاو يجوزهم في القناه ويعطوا كيما نقول لك النظره ديالهم. يلا تبعوني. الاخوان غادي نقدم لكم واحد الاخ في عمره 20 عام، عطاني واحد الامل في حياتي. الناس اللي تقول لك التوحد وفيه 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 وفيه، سمعوا مليح هذا الانسان كيف يدوي في عمره 20 عام وفيه طيف التوحد، وغادي نسولوه مباشره وغيجاوبنا باذن الله. تفضل سي عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام. شاك خويا، صباح لاباس عليك؟ الحمد لله بخير صحيحه الحمد لله. قدم لنا نفسك عثمان. انا سميتي أبرك عثمان، عندي 20 سنه، قريب 21. الله يبارك. شاب توحدي. كنقرا حاليا انا في التعليم العالي، العالي البصري والسينما. سنه ثانيه اجازه اساسيه في الدراسات السينمائيه. ما شاء الله ما شاء الله عليك. قل لي يا عثمان، الباركور ديالك كإنسان عنده التوحد من صغر لكبر، على بالي ما كان ساهل. اليوم في المجتمع كيفاش تحس راسك مع اصحابك، مع العائله ديالك، مع والديك اللي نجوز لهم واحد التحيه، حيت انا ليا داروا واحد الخدمه جباره معاك. واش تقول على كيما نقول لك الناس ولا الاولاد اللي هكذا كيما انت كبروا وما شاء الله ils se sont insérés في لا سوسيتي، فهمتيني؟ وشنو هي الرساله اللي تجوزها لهم؟ تفضل. اول حاجه المسار ديالي كما كان ساهل، لان كتهضر على واحد المناخ اللي هو تعليمي ما مبنيش على انه كيحتوي التنوعات العصبيه، كيكون فقط حكر ديال الاشخاص المعياريين النوع النمائي ديالهم. دونك ديما كيتحط راسو في واحد الموضوع وصف العلاقات المتعلقه بالعلاقات الاجتماعيه او القواعد الاجتماعيه اصلا ما كتشملش الاشخاص التوحديين، وما كتكونش مبنيه على كاع الاختلافات العصبيه، بل كتبني على نوع نمائي معين. اللي بغينا نهضروا في هذه الحاله هو انه كيكون واحد النوع ديال التنمر، كتلقى واحد النوع ديال واحد الاقصاء الاجتماعي، لان هادشي كان بسبب الكفه ديال التواصل غير متوازنه. وصراحه اكيد خاصك تقلب على المساعدات، تشوف مع الاهل وتشوف مع العائله. اكيد العائله حتى هي تقدر ربما تلقى مشاكلها، لان كل توحدي كيفاش داير. كاين اللي كيتقبل شيء، وكاين اللي كتقصد ما شيء. وايضا لان حيت الا هضرنا في الموضوع ديال التوحد بشكل طويل راه نجوزو النهار. بارك الله فيك. التوحد فيه اختلاف بين السلوك، الاحساس والتفكير، لان التفكير ديالك ماشي بالضروره يكون متوازن مع التفكير الاخرين. كيكون كتلقى مثلا واحد ديكالاج، وكتلقى واحد الشيء كتلقى معوج،
وكتلقى كتبقى تتعرض للحرمان، كتبقى تتعرض انك تهمش بزاف امور بزاف الامور يعني، وحتى انه يعامل على اساس انك قاصر ماشي كشخص. هذا هو اللي غادي نكون عليه. انا نقول لك بارك الله فيك، باسكو انت يا عثمان تعطي واحد الامل لاباء كما انا وامهات اللي عندهم وليداتهم فيه طيف التوحد، انه انا الحلم ديالي انا نقولها لك يا عثمان، اني بنتي في كبرها نشوفها بحالك. نحمد ربي ونشكره، على بالي بلي ماشي سهله، على بالي بالعمل. انا نقول لك شكرا، ونقول شكرا لوالديك وشكرا للعائله ديالك. شكرا بزاف. واصلا انا كنصف او مشكل سؤال الاباء، كنقول له خليو الاطفال ديالكم توحدوا، لانهم ما تسدوش عليهم بزاف، خليهم يخرجوا الزنقه يتعلموا التجربه. انا عارف، ولا شوف بعض الشباب شوفوا، انا عارف هذه مساله صعيبه بزاف، لان الخوف راه كاين الخوف، ولكن خاص يتعلم انه يخرج تجربه. عطيوه كونوا نتوما غير مرشدين كتشرحوا له التفاصيل اللي تخليه هو يعبر ويخليه هو يتصرف في المسائل اللي هي حساسه باش يتعلم ويكون قادر على الممارسه. وعارف بان هذا الكلام هذا صعيب، انه الاباء صعيب الانسان، كاين شي اباء صعيب يتقبلوه، اكيد. وبالنسبه للاطفال او الشباب كل اللي كيسمع، حاولوا على الاقل انكم شويه انكم تحاولوا تحروا شويه من الكلاستيغماتيزاسيون سوسيال، من هذاك الضغط الاجتماعي وبداك وحاول انكم تعلموا بان حتى شي واحد انه يحدد شكون انت من غير انت، وحتى شي حاجه ما يمكنها تخصك بلا بك انت. هذا هو اللي ممكن، هذا هو المختصر. بارك الله فيك عثمان، الله يطول لي عمرك. وانا نقول لك بوس ليا والديك مع واحد الاخ، بارك الله فيكم. نقول لكم انه عثمان راهو يدير في دو غون زيتود في دي زيتود عليا، ويهضر بليزيور لونغ، يهضر الفرنسيه، يهضر العربيه، تهضر لغه واحده اخرى عثمان الانجليزيه ما شاء الله. وكي تشوفوا برا تقول له مثلا شحال ساعه يعطيك ساعه، ما شاء الله بارابور على الانسيرسيون راه ما تقولش كاع فيه التوحد. الله يطول لك عمرك والله يخليك لوالديك. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا عثمان. دونك الاخوان راني مع الدكتور ريم رودياز اللي هي البيدوبسيكياتر ديال بنتي، وانا نقولها لكم pour moi et pour beaucoup de parents c'est le meilleur pédopsychiatre اللي كاين هنايا. غادا تعرفكم على نفسها وغادا تعطيكم الاهميه ديال العمل ديالها ولي بروفيسيونيل اللي معاها. تفضلي. السلام عليكم السريات، كنشكرك على هذا التيمونياج ديالك. افيك بليزير. الله يجازيك بخير. العمل التوعوي اللي كدير واللي كتوقف مع الاباء وكتفهمهم حتى هو واحد العمل مهم واللي ما كيقوموش به بزاف الناس، واللي انت خديتي هذه الرياضه فيه، وان شاء الله غادي يكون عنده واحد الوقع مهم بالنسبه للاباء. بارك الله فيك. دونك دكتور رودياز الله يجازيك بخير، بغيتك تفهمي الناس وشنو هو المجال ديال العمل ديالك، تا بروفيسيون اكزاكتومون ton poste avec les enfants, que ce soit TSA, TDAH ou autre. طبيبة نفسية للأطفال والكبار، ولكن الاهتمام ديالي هو طيف التوحد. تنخدم مع الأطفال واحد آخرين، ولكن الاهتمام ديالي تنبغي نخدم مع الاطفال طيف التوحد، لان تيعطيو واحد الفرحه كبيره ملي كنشوفوا بانهم ملي كيكون التكفل المبكر وبيان سور التشخيص المبكر كيكون واحد النتائج زوينين وكيعطيو واحد الفرحه حيت المسار ديالهم تيتبدل. الوغ دكتور رودياز، انت عندك المكتب ديالك في تماره، داكو عندك البيرو ديالك تماك، على بالي بلي لي رونديفو ماشي لافوت تاعك مي سي فول، سي باسكو خدمتك اللي تهضر في غيابك. والحمد لله انا بنتي متبعه عندك دوبي دابا 3 ans اكزاكتومون، وعلى حساب لي كونساي وعلى حساب لا ميثودولوجي اللي عطيتيني، انا لا ديفيرونس راه كنشوف فيها. اللهم لك الحمد. واش تقولي لي بارون على كيما نقولوا، باسكو كاين بزاف اللي يقول لك الا الاخطوفونيست بلاش، الا البسيكوموتريسيان بلاش، الا خدم عندك في الدار راك تلوح في فلوسك بلا ما تديها لاكس ولا ايكغاك. هاد الناس هادوما اللي ليا انا هاد الهضره عندها واحد لاسبي ديال الجهل، جو لو دي فرانشمون. وشنو هي النصيحه اللي تقولي لهم في مجال الترويض للطفل اللي عنده طيف التوحد؟ نقول لهم بان يتصنتوا ذاك الاحساس ديالهم، لان الاباء هما الاولين اللي كيشوفوا الاعراض،
وبعض المرات ما كيبغيوش يشوفوهم لان كتجيهم صعيبه، كيقولوا راه غندخلوا في واحد المتاهه ديال لا بريزون شارج، وكاين بزاف ديال الامورات اللي ماشي اللي ما غاديش يفيدوا الوليدات ديالهم، اللي غيكون فيهم واحد النصب ولا فوالا بيان سور. ولكن اذا شافوا الاعراض المبكره، هي مثلا الطفل في ذاك عامين ما كيشوفش في الاخر، الكلام كيكون معطل ولا كيتراجع ولا ما كيديرش اشاره الاسبوعيه ولا ما كيجاوبش على سميتو، ولكن خاص يكونوا الاعراض مجموعه. ملي يشوف هذا الشيء غابيدمون يشوف طبيب اختصاصي في الامراض النفسيه للاطفال ولا الطفل ولا ديال البيدياتر اللي يكون مختص باش يعطيه التشخيص، واخا ما يكونش التشخيص مدقق ولكن يبدا في لا بريزون شارج والتدخل السريع اللي فيه فرقه متكونه من مجموعه من الاشخاص. التدخل السلوكي ولا البسيكولوج كومبورتمونتال ولا المختص السلوكي مهم بزاف، هو اللبنه ديال التدخل مع المرافقه في المدرسه اذا كان باش كنحميوه وكنوجهوه وكنعلموا ليه الكفاءات الاجتماعيه وكنزيدوا من الساعات ديال العمل معاه. المروض النطق، المروض الحسي حركي باش كنأهلوه للدراسه، وسورتو كنهتموا بالاباء لانهم هما الرفقاء ديالنا، سي دي كوثيرابوت كيخدموا معانا وكيخدموا مع الفريق، وهما اللي كيعطيو الواقع لديك لا بريزون شارج، كيكونوا ماشي يكونوا مسؤولين ولكن يكونوا responsables. C'est les principaux acteurs. C'est les principaux acteurs de la prise en charge. Exactement. Donc on est bien d'accord que les séances que ce soit la psychologue, que ce soit l'orthophoniste, que ce soit le psychomotricien sont primordiales ضروريين في حياة الطفل اللي عنده طيف توحد، باش كيما نقول لك مع الوقت وفي الكبر il est inséré في لا سوسيتي ويعيش. باسكو انا شفت الناس اللي كبروا وتبعوا هاد لا ميثودولوجي اللي كتعطيني فيها والحمد لله يسون انسيري لا سوسيتي. دكتور رودياز ما نشدكش بزاف باسكو على بالي راكي بزاف اوكيبي، كلمه اخيره لي بارون الاباء لي مامون كي سوفر لي عياو كي سون ديباسي، اش كتقولي لهم؟ كنقول لهم الله يوقف معاكم، سي با فاسيل، ولكن احنا راه ماشي الغرض ديالنا نديروا اون اتيكيت ولا وصمه ولا بصمه على الاطفال، لا احنا ملي تيكون التدخل السريع نقدروا كاع نوصلوا باش ما نحطوش داك التشخيص، سيتادير ماشي ضروري حتى يكون تشخيص كومبلي في 3 سنين عاد تبدا التدخل، واخا يكون غير شك في الاول لي بارون يديروا واحد المجهود ويبداو في لا بريزون شارج باش اللي المسار يقدر يتبدل، وكثير بقاو الصعوبات يكونوا مخففين شي شويه ويقدروا حتى هما يتحملوا العبء ديالهم، لان ما ساهلش والله يعطيهم القوه وتبارك الله عليهم لانهم اباء تري كوراجو عندهم بزاف الشجاعه. بارك الله فيك دكتور رودياز. غادي نحطيها لادغيس ديالك الناس اللي غايجوك باذن الله. انا حاجه اللي نقولها لهم والله العلي العظيم ومن قلبي، سي با لا بوب او كوا كو سو سوا، جو لو دي دو بون كور، ما غاديش يلقاو احسن منك. كنشكرك بزاف وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للبنيته والجميع. الله يجازيك بخير، امين يا ربي. يتبدلوا المسار ويقدروا يكونوا مستقلين بذاتهم ويمشوا للمدارس لان من حقهم، سي لوغ دغوا اوسي. ان شاء الله. ميرسي بوكو دكتور غريم، بارك الله فيك. دونك لي زامي راني مع une professionnelle, je vais pas vous en dire plus, je vais la laisser se présenter. Elle va parler en français, je vais vous lancer la traduction, donc elle va... Vous allez voir, restez avec moi, vous allez voir. Moi c'est Sophia Habib, je suis psychologue clinicienne et analyse du comportement. Donc c'est quoi l'analyse du comportement? C'est l'ABA, à proprement parler, je pense que vous connaissez tous. Oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer ce comportement, le mesurer, voir pourquoi il apparaît, dans quelles conditions, et essayer répondre aux besoins de l'enfant ou de l'adulte avec TSA et apporter tout l'accompagnement nécessaire pour que l'enfant puisse trouver le comportement le plus adapté dans une situation donnée. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est vraiment essentiellement pour vous dire la nécessité de la mise en place des approches recommandées au niveau international, comme l'ABA, comme l'ESDM également, Denver, puisque l'enfant avec TSA nécessite cet accompagnement, c'est prouvé scientifiquement et on voit énormément de progrès au niveau d'acquisition de compétences, d'évolution de ces enfants dans un environnement donné. Le centre sur lequel vous êtes directrice consiste en quoi exactement et se situe où?
Alors, donc la Maison des Songes est à Casablanca, vers Darboisa. Et donc il est situé dans une sorte de campagne, non loin d'une ville à proprement parler. Donc on reçoit des enfants de 18 mois à des adultes jusqu'à 30 ans. L'objectif principal, c'est l'inclusion au niveau de la société, donc l'inclusion au niveau scolaire pour les plus petits, mais également pour les plus grands au niveau de l'inclusion sociale. On fait des sorties, les courses pour les plus grands, comment faire ses courses, comment faire une liste de courses, comment aller au café. Et pour ceux qui ont, avec des évaluations, on détecte une possibilité d'inclusion professionnelle, on accompagne sur des lieux professionnels comme les banques, comme nous avons également de la restauration. Dans plusieurs domaines. Voilà, dans différents domaines. Le plus important, c'est que l'enfant s'insère dans la société. Et dernière question, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, je sais que vous étiez sur le point de partir. Que pensez-vous d'un enfant qui dispose du syndrome TSA, léger, que pensez-vous de l'importance des séances d'orthophonie et de psychomotricité pour cet enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial ou bien il peut passer par une autre étape et s'en passer carrément? Je crois que pour tout enfant est différent. Mais... ختامها مسك. دكتور حسنى السلام عليكم. وعليكم السلام. قدمي لنا روحك. أنا حسنى المهدي دونك تونسية ولكني مقيمة هنايا في المغرب. أنا كاع مغاربة، أنت تونسية أنا جزائري. فوالا سبحان الله. دونك عندي الحمد لله 10 سنين في هذا الميدان، كنخدم يعني كنشتغل مع أطفال اللي عندهم اضطرابات كاملة مهما كان أو صعوبات، كنخدم حتى على المشاكل النفسية ديال الأطفال. يعني في الأول كنت قارية التربية الخاصة في تونس، من بعد كملت هنايا لا بسيكولوجي. وهاد الاطفال راهم محتاجين اخصائي نفسي. انا غادي نقول لك فاش بصفه عامه، والا عندك اسئله تفضلي حسن. دونك اهم حاجه اللي هما محتاجين اخصائي نفسي، حيت هو اللي قاري على تطور النمو ديال الطفل، يعني هو اللي عارف دابا شنو خاصني نخدم ليه، من بعد شنو خاصني نزيدو. كل عمر غادي نحط له اهداف معينه، غادي ندير له التقييم، ومن بعد غادي نقلب على نقاط القوه ديالو ونقاط الضعف، غنجمعهم. وبيان سور هادشي كامل كيكون بالتفاهم مع الاباء والامهات، ونقول لهم شنو هما الصعوبات باش يطبقوا ذلك البرنامج. بالنسبه للتطبيق نقدر ناخذ انا شق اللي كتلقى مثلا الاب او الام صعوبه، نقدر نطبقوا انا قدامهم باش هما يكملوا داكشي في الدار، او المرافقه اللي كتكون عند الطفل وانا كنكوتشيها، يعني كنعلمها كيفاش تتعامل مع ذلك الطفل، حيت المرافقه ضروريه حيت كتبقى معاه نهار كامل. ضروريه الا كان ما كاينش شكون غيخدم معاه. صراحه الاب خدام، الام خدامه، والولد غادي يضيع. المدرسه بوحدها ما كافيش، حيت اصلا اكثر الكادر يعني المعلمين باقي ما عندهمش تكوين كفايه في هذا الميدان، ناقصين. دونك ضروري هنايا عندك مرافقه باش نفترضوا الولد دار كريز، شكون غادي يعرف كيفاش يتعامل معاه في المدرسه. دونك هنايا دور المرافقه هي اللي غتكون كوريسبوندونس بين الاب والام وحتى لي زونفون، يعني حتى الولد والمدرسه هي غتوصل، وليكيب اللي خدامه معاه. كي نشوفوا اليوم حسنى طفل كيما عثمان اللي فريمون ما بولفيرسي، كي نشوفوا كيما نقول لك الخدمه الجباره اللي تندارت معاه، ونشوفوا اليوم ان ادوليسون، بون ماشي ان ادوليسون، راه في عمره 21 ans اللي يدير دي زيتود سوبيريور، اللي يهضر عربيه تيدوي بالفرنسي والانجلي، وواعي ما شاء الله. يعني هذا الانسان هذا لو كان مثلا في طريق تقولي له كم ساعه ولا تسولي على طريق يعني يجاوبك، وما تقوليش لانه هذا طفل توحدي. بالضبط، لانه راهو باش نعلمك راهو بزاف ديال الاباء والامهات اللي جاوني وهما ما عارفينش راسهم راهو عندهم التوحد، وها هما وصلوا تزوجوا وجابوا اطفال وخدامين وكل شيء وما عارفينش اللي هما عندهم التوحد. يعني راهو قبل حيت كان مشكل في التشخيص، يعني ما كانش كفايه. كان اصلا الا كان عندنا يعني التوحد كيكون خفيف، النسبه ديالو خفيفه، التشخيص ما يكونش ساهل باش ان نقدروا نقولوا لا غير هو مثلا نفشش ولا غير هضر معطل او غير بحال عمو ولا شي حاجه. ما كنتبهوش للتفاصيل. حنا المهم انه ناجح في المدرسه، وهو اللي كيكون عنده توحد خفيف كاينه نسبه منهم كبيره اللي دغيا
كيتحسنوا كيندمجوا مع المجتمع، ما تكونش عندهم صعوبات كبيره. دونك لذلك يعني بحال مثلا عثمان دابا صافي كتشوفوا كتقول ما عندوش توحد، وعندي بزاف ديال الاطفال اللي وصلوا لهذا المستوى بزاف، يعني دابا تهضر معاهم مستحيل تقول عندهم شي حاجه. وهذا يرجع بيان سور لي زاكتور برينسيبو اللي هما الوالدين. شوف هما الاساس، بلا بهم ما نقدروا نديروا حتى حاجه، لانه هو غيعيش معاهم. انا كاخصائي غادي نكون غير يعني كما نقولوا خطوه اولى، غادي نحط لك الاساس ها كيفاش تعامل، ولكن مع شكون غادي يبقى الولد؟ يبقى مع باباه وماما. الاب والام هما الاساس، من بعد كنشوفوا الاخصائيين وكل اخصائي يعاونك. وبهذا المنبر نبغي نقول ك الى اخصائي ما ارتحيتلوش والا شي حاجه ما تبقاش تسنى، ماكسيموم الى طولتي راه 6 شهور ما ارتحيتش ليه ولا ما لقيتيش نتيجه بدل، حيت خاصو يكون نتيجه، لانه كاينين دي بروسيدور واستراتيجيات كدار كتكون نتيجه. وفين ما بديتوا مولادكم بكري، واخا يكون عنده تاخر طفيف في الهضره، بدا بكري، دير تدخل مبكر وغتشوف النتائج. وانت خايف باش تخسر فلوس او خايف غتولي تخسر الدوبل الى تاخرتي عليه في التدخل. اكزاكتومون. جيت باش نجيك الناحيه هذه، راه سي فري كو انسان بونتي باش نقول لكم الاخوان، حسنى هي لا بسيكولوج ديال بنتي دونك دوبوي با مال داني دابا، ومتبعه عندها ريغوروزمون والحمد لله. ميساج رساله للاباء اللي كيما نقول لك والامهات اللي كيما نقولوا على قد الحال. مالوغوزمون اليوم رانا نشوفوا بلي اون ا مون كروسيال في لي زوبيتو، باسكو انا نهار اللي مشيت للرازي يعني شافي كانوا استقبلوا البنت وعطاوني دي رونديفو، غير هي سي دي رونديفو اسباسي يعني بزاف مع الاسف، يعني باش انت تروح تجوز اون فيزيت في لو موا دو جونفي ويعطيك رونديفو في شهر 3 ولا في شهر 4 راه ما يمكنش. اون ساشون كو حصه الترويض خصهم يكونوا شاك سيمان. راكي شتي انا ايلين تجي عندك وتطلع عند ريم عند دكتور لودياز، وعندها حبيبه اللي هي الاخطوفونيس ديالها، وعندها منير اللي هو البسيكوموتريسيان ديالها، وشوف تشوف كيما نقولوا والمرافقه خديجه نوجدوا اللي ما تخطينيش انايا. خديجه هي اللي ديال المدرسه، هي اللي تجيبها عندك، هي اللي علمتها حتى باش تشد لا فورشات، يعني خدامه معاها. ولاكتريس برينسيبال في هادشي كامل هي الزوجه ديالي، راكي تعرفيها. هي واقفه مع ايلين صراحه تبارك الله عليها، يعني كما نقول هي الاساس، هي اللي كتبقى تسولني هذه التفاصيل باش تقدر تعاون. راهي كتسولني هذه دارتها شنو غندير حسنى، هذه قولي لخديجه. دونك هذا اللي كيحسك كل الاباء راهو مشتركين معاك في لا بريزون شارج، كيكون عندك عارف راهو الولد هذا غادي يوصل الماء. بالنسبه للناس اللي صراحه ما فحالهمش ما سهلاش، يعني ما سهلاش. مي شي رساله واحد الميساج، بغيت واحد الرساله ديال دو سوليداريتي لهاد الناس هادوما، لانه خصك تقاتل ما عندك كي دير. باسكو علاه راه اليوم لونفون ديالك في عمره 5 غدا راه يكون عنده 18 موراها 22 اكسيتيرا اكسيتيرا، راهو لا تا با في دو ساكريفيس دابا، راهو ولادك المجتمع غادي ياكلوا. هذا هو المشكل. واخا راه صراحه ما فحالكمش دابا الحمد لله المعلومه كاينه. دخلوا للانترنت شوفوا، انا ديجا عندي لاباج ديالي كنحط فيها دي فيديو، سولوا راني بزاف كنخصص واحد النهار كنجاوب فيه على لي بارون، كنجاوب على الاسئله، يعني غتلقاو اخصائيين اللي غيعاونكم. غير طرحوا السؤال، شوفوا شنو المشكل اللي عندكم. على الاقل راهو بعض المرات كنلقى راسي غير كنعطي معلومه خفيفه، مثلا غير نقص ليه التلفازه كتلقى السلوك ديال الولد تحسن. يعني بعض المرات ما محتاجينش شي حاجه كبيره، غير استوس صغيره، غير واحد يحطكم في السكه. يعني قلبوا على المعلومه دابا كاينه، حاولوا تطوروا نتوما من راسكم. كاينين الحمد لله دابا كيديروا تكاوين يعني فابور، او في اليوتيوب كاينين حتى على لابيا كاينين شي وحدين فابور. على الاقل كون راسك باش تقدر تعاون ولدك. هادشي اللي كاين. بارك الله فيك وميرسي بوكو، شكرا على الخدمه الجباره، وانا اللي شاهد عليها اللي ديريها. دونك غادي نخلي لاباج ديالك انستغرام هنايا، باسكو حسنى تحط دي فيديو، تعطي دي كونساي، تجاوب الناس. دونك نيزيتي سورتو با، انسان الله يعمرها الدار وما شاء الله. وميرسي على الخدمه الجباره اللي ديريها معنا. بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يحفظك. كما قلت لكم اني على حسي على الموطر، انا هذاك هو مون غاف اني نشوف بنتي بحال هكا
انها تلحق لهاد البلاص ودير دي زيتود وتكون غير واعيه. هادشي بفضل الخدمه ديال والديه، بفضل الخدمه ديال لي بروفيسيونال الاطباء. يعني عطيت لكم اليوم واحد ليكزومبل كونكريت باش تشوفوا الانسان اللي احترم حصص الترويض اللي يجري على وليدو ولا على بنته، ها هو لي ريزولطا سي بليزيور زاني بلو تار. بارطاجيو لنا الفيديو، لايك سبسكرايب، الله يجازيكم بخير. انا سي فري كو هنا ما عنديش عائله، effectivement c'est pas évident tous les jours باسكو كي تكون غير انت والزوجه ما عندك غير الله سبحانه وتعالى. انا العائله ديالي هي انتوما، انا ما فامي هي انتوما، وكما نقول لك بفضل ربي، بفضل المدام وبفضلكم واللي كتب الله، وعلاش لا ما نشوفوش ايدين في كبرها كيما عثمان وكيما الوف الابناء اللي كيف ما نقول لك متعايشين مع هاد الجحيم هذا ديال التوحد وي سون انسيري دون لا سوسيتي. عاشت المملكه المغربيه ملكا شعبا ووطنا. اللي بغى شي حاجه على ليميت ولا نخلي لكم كومداب النيميرو تاعي في البروميي كومونتير، لو لين تاع لا كاميون تاع لابتيت كيف في البروميي كومونتير. Prenez soin de vous. أحبكم في الله. السلام عليكم. راه كيما نشدوا الإخوان كان هذا واحد نموذج، واحد 1% من المعاناة اللي كيعيشوها الأطفال الآباء والأمهات اللي عندهم أولادهم كيما بنتي عايلين فيهم طيف توحد. لكن كي تشوف دري كيما عثمان اللي فريمون ما بولفيرسي، اللي في عمره 21 عام، اللي بالاراده ديال والديه وبالخدمه ديال العائله، باسكو سي اوسي تري امبورطون. اليوم راه يجوز في الاجازه ديالو يهضر 3 لغات وما شاء الله. انا هو هذاك هو حلمي اني نشوف بنتي هكاك